السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله يا ربي. مرحبا بكم في قناتكم شهوات حنان أم البنات. بزاف اللي سولوني على كان قبل اسم القناة وحديته شهوات حنان أنقرش، غيرته لشهوات حنان أم البنات. كنتمنى إن شاء الله التغيير هذا ينال الإعجاب ديالكم. كيف كتشوفوا طريقه ديال التزيين، طريقه التزيين ديال البسطيله ديال الدجاج، ولكن بلا ما تخلعي. خليك مع الفيديو حتى الاخير، راه ماشي بسطيله ديال الدجاج. كيف شفتوا في الصوره المصغره ديال اليوتيوب، غادي تسحب لكم طريقه التزيين، غادي تقولوا هذه راها بسطيله ديال الدجاج، ولكن لا، هذه فطيره او ملويه كبيره صراحه، اللي راها كتجي طوب ورائعه رائعه رائعه في المذاق ولا في الشكل ديالها، وغير مكلفه. يعني الصراحه الا جربتوها راه ما غاديش تستغناو عليها. انا الصراحه جربتها ودرتها لعائلتي، حمقت الكبار قبل من الصغار. صراحه عجبتهم بزاف بزاف، خفيفه بحال الريشه. هانتوما كتشوفوها راه درتها في المول الكبير. صراحه مشات منها طريف لا، يعني كتاكلي جوج مرصوات، عاد تاكلي جوج مرصوات وبحال اللي ما كليتي والو. خفيفه بزاف، خفيفه. هاد الوصفه هادي راه غتعجبكم بزاف الا جربتوها. ان شاء الله كنتمنى هاد الوصفه تلقى واحد التفاعل كبير. وعلاش لا ما تبارطاجيوهاش مع الاصدقاء ديالكم ومع الحباب ديالكم، وعلاش لا في مواقع التواصل الاجتماعي هكا باش يستافدوا جميع الناس، ونستافد حتى انا معكم. علاش لا؟ يعني القناه ديالي تكبر والفيديو يطلع في المشاهده ان شاء الله. حيت لا طلع في المشاهده راه القناه ديالي او هذا الفيديو هذا كيقترحوا اليوتيوب على مشاهدين اخرين اللي ما عنديش عندي في القناه، ما مشتركينش عندي في القناه. يعني هذا الشيء اللي كنقول لكم فضلا وليس امرا، يعني من باب يعني بغيتوا تعاونوني، بارك الله فيكم والله يجازيكم بالخير. ان شاء الله غادي ندوزو لطريقه التحضير، المقادير وطريقه التحضير، وفرجه ممتعه. وبسم الله على بركة الله. المقادير عندي هنايا كاس ديال الفينو، هذا راه كاس عبار ديال العنبه، القياس ديال الكاس ديال العنبه. عندي هنايا 3 كؤوس ديال الدقيق، راه ما غاديش نحتاجهم كلهم. عندي 3 ملاعق ديال السكر سنيده، يمكن ديروا اكثر او تنقصوا. عندي 2 معالق ديال الزيت، ومعلقه كبيره من خميره الخبز، والقليل من الملح. وعندي هنا كاس ديال الحليب، كاس العبار ديال العنبه. هنا في واحد البول، بغيتو هاد الشيء ديروه في العجانه الى عندكم ممكن، وإلا بغيتو تدلكوها بيدكم حتى هي ممكن. هنا في هذا البول هذا عملت فيه معلقه كبيره من خميره الخبز، ودوك 3 المعالق ديال السكر سنيده، ومع داك الكاس ديال الحليب الدافي. غادي نخلطهم مزيان باش تفاعل ليا هاد المعجونه او هاد الخميره هادي، وما غاديش تاخذ لينا شي مجهود كبير في الاختمار. يعني هاد الطريقه هذه راها زوينه لجميع اي حاجه، اي معجنات كيختمروا ديروا هاد الطريقه هذه. السكر والحليب والخميره او الماء والحليب، الماء والخماره والسكر، كتخليوهم يتفاعلوا صافي، يعني كتخلطوا الباقي. من بعد ما تفاعل ليا هاد الخليط هذا، ضفت ليه داك الكاس ديال الفينو اللي كنديروا به البغرير، ماشي السميده اللي كنديروا بها الحرشه. الفينو رقيق. كنضيفوا عليه كاس ديال الدقيق وكنخلطوا بهذا الخلاط اليدوي. غادي نضيف الملحه حتى هي، درت واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نخلط بالخلاط اليدوي. ضفت الكاس الثاني ايضا حتى هو، وغادي نخلط. الكاس الثالث راه ما غاديش نضيفه
كل خطره وحده غنبقى نضيف شويه بشويه. انا قلتها لكم في اول فيديو، في اول يعني في الاول من بديت معكم الطريقه، قلت لكم ما غاديش نحتاج 3 الكؤوس كلهم، غادي نحتاج 2 كؤوس ونص، يعني اقل من النصف، اقل من النصف شويه. هنايا بالنسبه لهذا العبار ديال الدقيق ما تعتمدوش عليه، يعني انا قلت لكم 2 كيسان ونص، غادي ديروا 2 كيسان ونص كل دقيق، ويعني والنوعيه ديالو دائما كنقولها لكم في جميع الوصفات ديالي، كنقول لكم ما تعتمدوش على الدقيق. يعني قلت لكم انا خدا ليا 250 او 2 كيسان او 4 او كذا، ما تعتمدوش على هذه الطريقه هذه، حيت كل دقيق والنوعيه ديالو، كاين اللي كتشرب كاين اللي لا. صافي من بعد ما ضفت داك نص كاس، قل من نص كاس ضفتو، وبديت كنجمع الخليط ديالي، ضفت عليه 2 معالق ديال الزيت، وغادي نخلط مزيان مزيان بحال هكا. العجين خاصها تكون كتلصق في اليدين نوعا ما، وغادي ندلكوها مزيان مزيان. كيف قلت لكم في اول يعني فمي بديت معكم الوصفه، قلت لكم اللي عندها العجانه تعجن بالعجانه، الا ما قداش تدلك. انا الصراحه كنبغي ندلك بيدي احسن. صافي هنايا درتها في طاوله العمل وغادي ندلكها مزيان. هنايا كنوريكم شحال بقى ليا ديال الدقيق، يعني ما بقاش يعني نص كاس، يعني نص كاس كله، قل شويه من نص كاس. صافي من بعد ما تلكت العجينه مزيان، هانتوما كيفاش رجعات مطاطيه وصراحه مدلوكه مزيان مزيان. هنايا هاد العجين هذا غادي نقسمه الى 6 كويرات. هاد العجين هذا غنقسمه على 2، وكل كره غادي نخرج منها 3 كويرات بحال هاد الطريقه هذه، وغادي نجمعهم، يعني غادي نشكلهم كويرات صغار، وغادي ندهنهم بشويه ديال الزيت، وغادي نغطيهم ببلاستيك غذائي، غنخليهم فوق طاوله العمل فقط، وغادي نخليهم حتى يرتاحوا، ما تخليوهمش يخمروا، وانما غير يرتاحوا باش يتساعدوا معكم ملي تكونوا كتبسطوهم. هنا من بعد ما ارتاحت ليا العجين، انا كنت درت وحده مع وحده قبل. هنايا عندي الزبده اللي ماشي مذوبه بزاف، يعني غير خليتها بحال شغل بحال شكل بوماد. عندي شويه ديال الفينو، ضفت ليه واحد المعلقه ديال المايزينا، والزيت اللي غادي نورق به او نسرح به هاد العجينه. كناخذ الكره الثانيه، حيت الاولى انا درتها يعني طريقه عاديه كتبسطيها رقيقه وكتشكليها مربع بحال المسمن العادي او الرغيف العاديين. صافي كنشكل هكا العجينه الثانيه مزيان مزيان حتى كنرققها، خصها تجي رقيقه باش الفطيره ديالكم او الملويه ديالكم تجي مورقه وما تجيش غليظه بزاف. هانتوما كيف كتشوفون بعد ما رققتها كناخذ ديك الزبده كندهن بها هاد الكره ديالي او هاد المسمنه ديالي، وكنرشها بداك الخليط ديال الفينو والمايزينا، وكندير في وسطها ديك المسمنه اللي درت قبل، وصافي وكنطوي عادي بحال المسمن العادي. صافي غادي نستمر معكم وحده ثالثه حتى هي غادي نبسطها رقيقه رقيقه بزاف بحال هكا كما كتشوفوا. واخا تقطعت لكم العجين ماشي مشكل، راه كلشي غادي يبقى يعني لداخل في الملويه. صافي دهنتها بالزبده ودهنتها برشيت عليها الفينو مع المايزينا، وتا هي درت في وسطها دوك 2 مسمنات اللي كنت درت قبل، وطويتها على شكل ملويه عاديه او مسمنه عاديه. نفس الشيء غادي ندير المسمنه الرابعه حتى هي نفس الشيء، بسطها رقيق، رشيتها بالفينو مع القليل من المايزينا. صافي ودرت فيها في وسطها دوك المسمنات اللي كنت درت من قبل. يعني هنايا عندي 6 ديال الرغايف وحده في وحده. هنا غادي نغطيها ببلاستيك غذائي ونخليها ترتاح، ما تختمرش، لا ترتاح باش تساعدنا في التقراص، يعني فاش نبسطوها باليد غادي تسهل علينا، حيت راها كيف كتشوفوا عامره ما كتبغيش تساعد لينا باش نبسطوها. انا هنايا بسطتها شويه باليد وخليتها ترتاح، رجعت عندها كذلك. هنايا كديروا واحد المول او واحد الصيني ديال الفران اللي غادي نلبسوا ليه ورق الطهي. الا ما كانش عندكم ورق الطهي دهنوه بالزبده او الزيت وبسطوا فيه هاد الملويه هذه، ولكن ننصحكم احسن بورق الطبخ. صافي هانتوما كيف كتشوفوا كنحاول انني نعطيها الخاطر باش نبسطها في هاد المول هذا وتاخذ الشكل ديالها دائري. كنحاول انني نبسط شويه بشويه، عطيو لها الخاطر باش تبسط معكم وما تعذبكمش، حيت قلت لكم خصها ترتاح. انا كنبسطها شويه
وكنولي نغطي عليها ونولي عاود نبسطها شويه. يعني فاش كتطلق شويه راسها كترتاح كتعطي لنا الطوع اننا نبسطوها، ولكن يعني ديك الساعه لا كتقلص وكتعذبنا باش اننا نقرصوها او نبسطوها. صافي هنايا راه صافي راه يعني خدات القياس ديال المول. كنحاول انني نقاد الجوانب بحال هكا. صافي وغادي من بعد ما بسطتها هكا غادي نغطيها ونخليها تختمر. صافي الملويه ديالنا ها هي من بعد ما اختمرات. هانتوما غادي ندهنها باصفر ديال البيض مع قليل من الحليب او القليل من الخل باش تحيد ديك الريحه ديال الزفوريه ديال البيض وما تجيش فيها ديك الريحه مجهده. صافي غندهن بها هاد الرغيفه ديالي مزيان مزيان باش تاخذ ليا داك اللون ذهبي كيف شفتوا في اول الفيديو. هاد البيضه هادي او هاد اصفر البيض كله غادي نديرو على هاد الملويه ديالي. غادي ندهنها هكا كلها، ما غادي نخلي حتى طريف، ولكن حاولوا غير بشويه باش ما يعني ما تطفاش لكم ويتحيد لي هذاك الاختمار. هنايا الا بغيتو تدهنوها او يعني تزينوها بالكوك غادي تخليوها عاديه، والا بغيتو بالجنجلان ما ديروش التزيين اللي درت انا، دهنوها ورشوها بالجنجلان دابا دخلوها الفران. ها هي الملويه ديالي من بعد ما طابت كيف كتشوفوا. غادي ندهنها انا بالعسل. كيف قلت لكم دهنوها بالعسل ورشوها بالكوك او باللوز كونكاسي او افيلي، او ديروا لها الطريقه التزيين اللي درت ليها انا. يعني التزيين كيبقى الاختيار ديالكم. صافي كندهن هاد الملويه ديالي كلها او هاد الفطيره هذه مع الجناب في الوسط كل شيء كندهنها. وكناخذ واحد الطبسيل يكون قياس صغير على الملويه وغادي نحطوه في الوسط بحال هكا. وغادي نجيب السكر كلاصي او السكر بودر، غادي نديرو فواحد الشبيكه في هاد الصفايه هذه، وكنحاول انني بحال اللي كنغربل هاد السكر على هاد الملويه ديالي بحال هكا. كنلبسها بالسكر مزيان بحال هكا، ما نخلي حتى شي جانب. صافي دابا غادي نحيد هاد التبصيل هذا. وغادي نزينها باللوز افيلي اللي حمرت في الفران. يمكن لكم تزينوها باللوز كونكاسي، الاختيار كيبقى لكم نتوما، ولكن طيقوا بيا البنات راها كتجي رائعه ولذيذه بزاف وخفيفه بحال الريشه. راه ما كتاخذش لكم شي وقت كتير او شي مجهود. عادي يعني بحال اللي كنشكلوا الرغايف العاديين. الصراحه والله العظيم الا هاد الفطيره او هاد الملويه ديال تحميره الوجه هكا توجديها للضيوف ديالك، ولا يعني غاديه ضايفه عند شي واحد غتاخديها في يدك، يعني غادي تحمر لك الوجه سواء الشكل ديالها او المذاق ديالها. كوني اكيده راه الا داقها عندك شي واحد راه ضروري ما يطلبوا لك المقادير. ها انتم الشكل ديالها كيفاش جا، الصراحه الشكل والمذاق روعه، ماشي غير الشكل اللي زوين او غير المذاق اللي زوين، يعني شكلا ومذاقا روعه روعه وخفيفه بحال الريشه. صدقوني الا جربتوها راه غتعجبكم بزاف. ما تنساوش جيم البنات، ما تنساوش جيم دابا ديروه باش ما تنساوش. ديروا جيم وخليوا لي تعاليق ديالكم اللي كتكون محفزه هكا باش دائما نحط لكم الجديد. ها انتم كيفاش كتشوفوا جات من الداخل مورقه وجات طبقات رائعه رائعه البنات، رائعه جدا. ها انتم قطعتها معكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش جات. هانتوما جات مورقه بداك الفينو والمعلقه د المايزينا اللي درت في وسطها وديك الزبده اللي ورقنا بها، وخفيفه خفيفه خفيفه كيف قلت لكم غتاكلوا منها ما تشبعوش، ما متقله ما غتدقلكم حتى شي حاجه، خفيفه بزاف بحال اللي ما كليتوش منها الصراحه. هانتوما كيفاش كتشوفوا كيفاش جات طبقات. هاد الملويه هذه هانتوما كنقرب معكم الكاميرا باش تشوفوا النتيجه كيفاش جات.
كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا، وما تنسوش لايك جيم. بارك الله فيكم، ومع السلامة إلى فيديو مقبل، والسلام عليكم.